بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب طلاب جريد 5، ان شاء الله الفيديو بتاعنا النهارده يا ولاد على مراجعه شهر فبراير عشان الامتحان الشهر ان شاء الله الاسبوع الجاي من ورق المتميز ساينس جريد 5. يلا نبدا يا ولاد على طول. ان شاء الله الفيديو هيبقى فيه شرح مع الحل، مش هتحتاجوا ان شاء الله انتوا تذاكروا بعدين. بيقول لنا which of the following is a part of biosphere، اي مما يلي جزء من البايوسفير. يعني ايه البايوسفير يا سنه 5؟ يعني الغلاف الحيوي، يعني الغلاف اللي بيحتوي على all living organisms، كل الكائنات الحيه. زي ايه يا ولاد؟ زي الهيومن وزي البلانت وزي الانيمالز وزي البكتيريا وزي الفنجا. طبعا الايس يا ولاد ده بيتبع الغلاف المائي اللي هو الهيدروسفير، الكلاودز تبع الاتموسفير، الووتر تبع الهيدروسفير برضه، انما الانيمالز هي اللي بتتبع الايه البايوسفير. ووتر كفرز، الميه بتغطي حوالي قد ايه في ايرث بلانيت الارض. الميه احنا عارفين ان معظم كوكب الارض عباره عن ميه، 3/4 كوكب الارض ميه، وربع كوكب الارض عباره عن لاند ارض. رين ووتر، ميه المطر، از ابارت اوف، الميه يا ولاد جزء من الهيدروسفير. الهيدروسفير يعني الغلاف المائي. طيب احنا عندنا اصلا هم 4 اغلفه: البايوسفير اللي هو الغلاف الحيوي اللي بيحتوي على الكائنات الحيه، الهيدروسفير الغلاف المائي، الجيوسفير اللي هو الغلاف الصخري اللي بيحتوي على الروكس اللي هي الصخور، والاتموسفير يا ولاد اللي هو الغلاف الجوي اللي بيحتوي على الغازات اللي في الغلاف الجوي. falling of a small tree يعني سقوط شجرة، due to blowing بسبب هبوب، of strong wind رياح قوية، is an example هو مثال، of interaction تداخل between او ايه. السمول تري دي يا ولاد تعتبر كائن حي، ما هو البلانت كائن حي، يبقى دي بتتبع البايوسفير. طيب السترونج ويند دي يا ولاد او الرياح، مش دي تعتبر من ضمن الهواء؟ والهواء بيتبع الاتموسفير، يبقى ده تداخل بين البايوسفير والاتموسفير. هو فين؟ اهي الاجابه دي. ماونتينز اند فاليز يعني الجبال والوديان دي مليانه صخور، يبقى ده تعتبر من الجيوسفير الغلاف الصخري اللي احنا ساعات بنسميه برضه لايثوسفير. 96.5% of earth water، تقريبا 96.5% من مية الأرض يا ولاد مية سولت مالحة، و3.5 بس في المية فريش، ومعظم الفريش بتبقى موجودة على هيئة متجمدة اللي هي الجليسيرز الأنهار الجليدية. طيب formation of lakes تكون البحيرات is example of interaction between نقط and نقط. هي الليك البحيرة دي يا ولاد عبارة عن منطقة من الأرض low lying منخفضة اتجمع فيها المية. طبعا المية يا ولاد ده مثال أو جزء من الهيدروسفير، والأرض اللي اتجمع فيها المية تعتبر جزء من الجيوسفير. يبقى احنا عندنا هنا مثال أو تداخل بين الهيدروسفير والجيوسفير اللي هي الإجابة نمبر سي. Which of the following is found between Burius، يعني أي مما يلي موجود بين Burius of rocks يعني يا أولاد فتحات الصخور، below earth surface تحت سطح الأرض. طبعا دي يا أولاد الجراوند ووتر. لما الأمطار بتسقط على Burius rocks يعني صخور مسامية أو فيها مسام أو فتحات، الفتحات دي بتسمح بتسرب المية وتجمعها تحت الصخور وتكون حاجة اسمها الجراوند ووتر المية الجوفية. اسبرينج اللي هو الينبوع، ينبوع كده يا ولاد زي ما تقولوا فتحه خارج منها ميه. فلوز اوت فروم اروك بيبقى خارج من الصخره، ده اكزامبل اوف انتراكشن بتوين ايه وايه. والله الميه يا ولاد ده حاجه هيدروسفير، والروك الصخره جيوسفير، يبقى ده تداخل بين الهيدروسفير والجيوسفير. ووتر ايفابوريشن تبخر الميه، اند اتس كوندنسنج وتكثفها مره تانية. يعني ايه يا ولاد تبخرها اللي هي تتحول لبخار، تكثفها ان البخار يتحول تاني يبقى ميه. اون بلانيت ايرث شو انتر اكشن بيوضح تداخل بين ايه وايه. الميه طبعا يا ولاد ده هيدروسفير، طيب وهي بتتكثف وتتبخر فين؟ مش في الغلاف الجوي، يبقى هي الوقت في علاقه بينها وبين الاتموسفير، يبقى احنا عندنا الوقت الاتموسفير والهيدروسفير. طيب ريفرز اند ستريمز الانهار والستريمز اللي هي المجاري المائيه كونتين نقط ووتر، طبعا الميه اللي فيهم مش سلطه، هي غلط، هي فريش ماشي، راننج ماشي، ستيل غلط، الميه اللي فيهم ميه متحركه ماشي. وايل بوندز البرك بتحتوي على ميه، معظم البركات بتحتوي على ميه فريش، فما ينفعش اخد الاجابه بي، هي الاجابه هتبقى سي.
يعني ايه بقى يا ولاد؟ يعني الانهار والمجاري المائيه بتحتوي على ميه راننج متحركه، بينما البوند الميه بتاعتها ستيل يعني ساكنه ما بتتحركش. among animals من الحيوانات that can be found in ponds موجوده في البرك. الكائنات اللي بتبقى موجوده في البرك يا ولاد في الميه الساكنه هي الضفادع والسلمندر، ونبات اسمه ووتر ليلي، ووتر ليلي اللي هو نبات ورد النيل، وكمان يا ولاد عندنا الورمز الديدان، كل ده بيبقى موجود في الستيل ووتر. طبعا اللايونز لا، الدوجز لا، الفوكسز لا، والبيرز لا، من الحاجات دي مش موجوده في البركه. نوت ار بارتس اوف جيوسفير، جزء من الغلاف الصخري. طبعا بلانتس ده تبع البايوسفير، الروكس هي اللي تبع الجيوسفير، الجازز تبع الاتموسفير، الووتر بادز تبع الهيدروسفير. ان اريا اوف لاند منطقه من الارض وير ووتر فلو الميه بتمشي فيها ان سبيسيفيك باث في طريق محدد فروم هاير اتيتيود من مكان ارتفاعه عالي لمكان ارتفاعه منخفض. ده تعريف الريفر يا اولاد او النهر. دايما النهر بيبدأ من عند الجبل وبعد كده ينزل لمكان منخفض، يبقى ده تعريف الريفر. طبعا ما هوش السي ولا الليك ولا الاوشن. فريش ووتر الميه العذبه ذات ليكس اللي بتتسرب انتو ايرث لكوكب الارض ثرو لاير عبر طبقه اوف بيوريوس روكس من الصخور يا اولاد. ما دام شفت كلمه بيوريوس روكس تعرف ان دي الميه الجوفيه اللي هي الجراوند ووتر. ماشي ليك عسل ولا بحر البقر ولا الميديتيريان اور سي ووتر. It result from atmosphere and biosphere interaction، يعني بتنتج من التداخل بين بايوسفير يعني الغلاف الحيوي والاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي. احنا عايزين حاجة فيها كائن حي لانها تبع البايوسفير، وحاجة تبع الغلاف الجوي اللي هو الاتموسفير. availability of oxygen gas ده تبع الاتموسفير بس ده ما ينفعناش. soil fertility خصوبة التربة ده علاقة فيها هنا، مادام في سول يبقى جيوسفير ودي مش معانا برضه. increased pollution زيادة التلوث لا، هي عملية الفوتوسينثيز بروسيس يا ولاد. ليه بقى؟ مين اللي بيقوم بعملية الفوتوسينثيز بروسيس؟ طبعا الجرين بلانت. والجرين بلانت في الفوتوسينثيز بروسيس بياخد الكربون دايوكسيد جاز من الغلاف الجوي، فيعتبر عندنا هنا حصل تداخل بين الكربون دايوكسيد جاز اللي هو جزء من الغلاف الجوي والجرين بلانت اللي هي جزء من من البايوسفير. an example of salt water ecosystem، عايزين نظام مائي مالح. اشهر حاجه طبعا ليك عسل، ده نسبه الاملاح فيها عاليه جدا. ماشي. الجليسر الانهار الجليديه دي فريش ووتر، وليك ناصر فريش ووتر، والنايل ريفر فريش ووتر. most of fresh water معظم الميه العذبه on earth is found بتبقى موجوده فين يا اولاد؟ بتبقى على صوره متجمده في الانهار الجليديه اللي هي الجليسيرز اللي هي الانهار الجليديه. A group of plants مجموعة من النباتات and animals والحيوانات which live together عايشين مع بعض in a large area في منطقة كبيرة characterized by its climate مميزة بطقسها is called biome. biome يعني ايه يا ولاد؟ biome يعني اللي هو المنطقة الإحيائية. weathering of rocks تكسير الصخور باي ليه بيسموها التجوية باي ووتر انديكيت بيوضح انتراكشن تداخل بين ايه وايه يا ولاد. طبعا تكسير الصخور ده بيتم باستخدام المية، فاحنا هنا عندنا تداخل بين الروكس وبين الووتر. ماشي. الروكس دي تعتبر جزء من الجيوسفير والووتر ده جزء من ايه يا ولاد؟ من الهيدروسفير. يبقى انا عندي تداخل هنا بين الهيدروسفير والجيوسفير. ووتر المية ذات كفر اللي بتغطي موست اوف ايرث سيرفيس معظم سطح الارض بتبقى يا اولاد مية مالحة. 96.5% من المية بتبقى سولت ووتر ان سي اند اوشنز. طيب صح ولا غلط؟ ذا سيستم النظام ذات انكلود روكس اللي بيتضمن الصخور اند سويل اسمه هيدروسفير. طبعا غلط يا اولاد، اسمه جيوسفير اللي هو الغلاف الصخري. ووتر المية is important مهمة for growing لنمو of living organism. طبعا أي كائن حي محتاج مية. weathering of rocks تكسير الصخور as a result of the effect of rains بسبب الأمطار. example of interaction between hydrosphere and biosphere. والله المية يا أولاد هيدروسفير اللي هي بتاعت الرينز، لكن الصخور دي مش بايوسفير، الصخور دي جيوسفير، فتبقى الإجابة كلها غلط. طيب اوشنز المحيطات وليكس البحيرات وريفرز الانهار انكلودد موجود الثلاثه في الهيدروسفير اللي هو الغلاف المائي. طبعا صح، كلهم فيهم ميه. فريش ووتر الميه العذبه
بتمثل 3.5 of earth. طبعا صح برضه يا اولاد. الميه العذبه 3.5%. living organisms الكائنات الحيه are part of geosphere. طبعا غلط. الليفنج organisms دول جزء من ايه يا اولاد؟ البايوسفير اللي هو الغلاف الحيوي. جازز الغازات which surround the earth اللي بتحيط بكوكب الارض بتمثل الاتموسفير. يس، الاتموسفير اللي هو الغلاف الجوي. طيب some bonds بعض البرك and lakes والبحيرات may dry up ممكن تجف in winter. طبعا لا يا اولاد، هي بتجف في السمر بسبب ارتفاع درجة الحرارة. طيب rivers and streams الأنهار والمجاري المائية are running fresh water bodies. أيوة يا أولاد، هي مية جارية يعني بتتحرك، وكمان مية فريش مية عذبة. طب complete the earth systems أنظمة الأرض that include all living organism اللي فيها كل الكائنات الحية دي بنسميها يا أولاد البايوسفير أو الغلاف الحيوي. أرات عندنا فار digs a burrow بيحفر جحر in the soil في التربة is example of interaction تداخل between A و A. الرات يا أولاد تبع البايوسفير لأنه كائن حي، والصخر جيوسفير وهو كاتبها لنا. irrigation of plants يعني ري النباتات is an example of interaction between two earth systems. الري ده مش عن طريق المية، والمية يا أولاد تبع الهيدروسفير. طيب النباتات دي تعتبر يا ولاد كائن حي تبع البايوسفير. طيب the amount of fresh water on earth كمية المية العذبة على الأرض is not than the amount of salt water. طبعا للزان أقل من دي 3.5%، إنما دي 96.5%. كلب وستار فيش وموسس فيش نجمة البحر يا أولاد وعشب البحر وسمك اللي هو الموسى عايش ان اوشنز في المحيطات او في السولت ووتر. سولت ايه ووتر اللي هو يا أولاد الاوشن المحيط. كاتب لك which is considered يعتبر the largest salt water اكبر مسطح مياه مالحة. write the scientific term a water body مسطح مائي that is surrounded by land محاط بالارض. ده يا أولاد البحيرة او الليك. طيب the system النظام that include human وانيمال وبلاند طبعا ده البايوسفير اللي هو الغلاف الحيوي. طب a large area of the world منطقة كبيرة من العالم ذات has similar soil فيها نفس التربة والكلايمت والبلانت والانيمال ده بنسميه المنطقة الإحيائية يا أولاد أو البايوم. the area along the coast المنطقة اللي على طول الساحل ذات disappear بتختفي at high tide في المد المرتفع and appear وبتظهر في اللو تايد دي بنسميها يا أولاد منطقة المد والجزر أو intertidal zone. مهمة جدا وإن شاء الله تيجي في الامتحان intertidal zone. طب give reason. water is important for all plants on earth يعني ليه المية مهمة لكل النباتات؟ هنقول له يا أولاد والله because plants لأن النباتات can't grow يعني هي بتنمو in presence of water. وفي بعض النباتات بتعيش في المية أصلا يا أولاد and some of them live in water. some of them live in water بتبقى عايشة أصلا فين؟ في المية. وكمان يا أولاد النباتات بتستخدم الووتر to make عشان تصنع أو تقوم بعملية الفوتوسينثيسيس بروسيس اللي هي عملية البناء الضوئي. طيب hiding of worms اختباء الديدان inside the soil جوه التربة is example مثال of interaction between two earth sphere. طبعا يا أولاد الديدان ده كائن حي هنقول له because worms لأن الديدان belong to بتنتمي لإيه يا أولاد belong to biosphere biosphere. طب مستخبية في السويل. السويل يا أولاد دي تعتبر geosphere and soil is belong to geosphere اللي هو الغلاف الصخري. طب choose all of the following are from sources of water كل دي مصادر للمية on earth على كوكب الأرض except ما عدا ايه؟ الجراوند موتر المية الجوفية مصدر، البوندز البرك مصدر للمية، الجليسر الأنهار الجليدية مصدر للمية، لكن المولتن روكس الصخور المنصهرة ما هياش مصدر للمية.
هيومن الإنسان كان يوز ووتر ممكن يستخدم المية in all the following purposes في كل الأغراض ده اهي except ما عدا ايه. ممكن يستخدم المية في الفيشنج طبعا، في الترانسبورتيشن النقل ايوه طبعا اللي هي بالسفن، جنريتنج الكتريسيتي ايوه، لكن وزرنج اوف روكس احنا الانسان مش بيعمل الوزرنج اوف روكس، هي بتحصل دي حاجة طبيعية في الطبيعة. The amount of salt water كمية المية المالحة on earth على كوكب الأرض طبعا أكتر من الفريش ووتر larger than. نقط are formed بتتكون when water collect in low lying area لما المية تتجمع في حتة منخفضة، دي الليك يا أولاد أو البحيرة. estuary اللي هو يا أولاد المصب is formed بيتكون لما المية العذبة تقابل المية المالحة، هو دايما بيسموه اللي هو مكان التقاء المية العذبة مع المية المالحة. احنا عايزين حاجه هنا ميه عذبه وميه مالحه. ريفر وسي ايوه دي تنفع، ريفر وجراند ووتر الاتنين ميه عذبه ما ينفعش، سي واوشن الاتنين ميه مالحه ما ينفعش، سي وويت لاند برضو يا ولاد ايه ما ينفعش. امانج مع ان الويت ووتر ميه عذبه بس دي منطقه مغطيه جزئيا بالميه، احنا عايزين كميه ميه كبيره. among the sources من المصادر of water which human الإنسان can use for drinking بيستخدمها للشرب، أكيد المية العذبة اللي هي موجودة في السي لأ، ولا في الأوشن ولا في السولت ووتر ريكس، هي موجودة في الريفر الأنهار. humans البني آدمين can get their needs بيحصلوا على احتياجاتهم of نقط from river من الأنهار طبعا يا ولاد اللي هي الفريش ووتر. فريش ووتر. about 10% of world's animal species live in fresh water bodies بيعيشوا في المياه العذبة زي ايه يا ولاد؟ الريفر والسي. الريفر مياه عذبة ماشي لكن السي مياه مالحة، الاستريم مياه عذبة ماشي لكن السي مياه مالحة، الاوشن والسي الاتنين مياه مالحة، يفضلوا الاتنين ده هم الريفر والاستريم اللي هو النهر والمجرى المائي دي فعلا مياه عذبة. نوت ار ذا ريسكس هي المخاطر ذات ثريتن بتهدد lots of fresh water areas on earth يعني كثير من المناطق المياه العذبة على كوكب الأرض. اللي اكتر حاجه بتلوث الميه اكتر حاجه بتهدد الميه العذبه، اولا ان نسبتها قليله، ثانيا احنا بنستخدمها بسرعه عشوائيه وكتيره، ثالثا بنعمل لها تلوث. كونسرفيشن بنحافظ عليها طبعا ده لا ده مش خطر. سكيرسيتي ندرتها اند بور كواليتي ونوعيتها الوحشه ايوه يا اولاد بنعملها بور كواليتي قصده بيه اللي هو البليوشن بنعمل تلوث. برضو اي حاجه فيها كونسرفيشن غلط، لان الكونسرفيشن يعني المحافظه عليه والمحافظه ده ما يعتبرش من المخاطر. طيب among the sources of fresh water من مصادر الميه العذبه الرينز الامطار طبعا صح والامطار ميه عذبه. the type of water نوع الميه in rivers is fresh water only ايوه برضو صح كل الريفر ميه عذبه. we must conserve لازم نحافظ على الفريش ووتر because it is limited لانها محدوده برضو صح ده نسبتها بس 3.5%. high quality of fresh water الجوده العاليه من الميه leads to death بتؤدي الموت of marine organisms الكائنات البحريه طبعا غلط يا اولاد ده هنا اللي بيؤدي للموت poor quality النوعيه الرديئه. the two main risks الخطرين that threaten fresh water اللي بيهددوا الميه العذبه ار سكيرسيتي يعني ندرتها اند كونسرفيشن والمحافظه عليها طبعا غلط. كونسرفيشن دي يا اولاد مش خطر. ان هاي دام في السد العالي ووتر از يوزد تو جنريت طبعا الكتريسيتي بتستخدم لتوليد الكهرباء. وي ماست تيك كويك شاور لازم ناخد دش سريع تو كونسيرف عشان نحافظ على الفريش ووتر. وين ريفر ميت ا سي لما النهر يقابل البحر بيتكون عندنا حاجة يا اولاد اسمها استشواري او مصب. وين ا ريفر لما النهر برضو يقابل البحر نفس السؤال استشواري. when the water is stored لما المية تتخزن in the cracks في الصخور او في الشقوق and spaces underground تحت الصخور بيكون عندنا حاجة اسمها ground water او المية الجوفية. due to poor quality بسبب النوعية الرديئة او تلوث المية some species بعض الانواع can exist and live in fresh water شوية صغيرين يعني. not water is found in rivers طبعا دي اولاد الفريش ووتر بتبقى موجودة في الانهار وموست ليكس. scientific term the large water body that is surrounded by land هي الليك. البحيرة هي عبارة عن مسطح مائي محاط بالارض من كل الجهات. the water bodies that surround continent بتحيط بالقارات. اللي بيحيط بالقارات يا اولاد هي الاوشنز او المحيطات اللي هي المياه بتاعتها بتبقى salt.
give reason we must conserve fresh water. لازم نحافظ على المية العذبة يا أولاد. هنقول because its percent لأن النسبة بتاعتها is limited محدودة. is limited محدودة on earth على كوكب الأرض. you should turn off water tap. لازم تقفل مية الحنفية during brushing your teeth وانت بتغسل سنانك عشان نحافظ على الفريش ووتر. to conserve عشان نحافظ على فريش ووتر. طب ground water is called by this name. ليه المية الجوفية بيسموها مية جوفية؟ because يا ولاد it is collected بتتجمع under ground تحت الأرض from falling rains من سقوط الأمطار and leaking it وتسربها through cracks of rocks من تشققات الصخور through cracks of rocks. طيب the quality of fresh water affect the life of living organism. يعني نوعية المية العذبة بتأثر على حياة الكائنات الحية اللي عايشة عليها. ليه يا ولاد بقى؟ أقول إن هو because if its quality لو النوعية أو جودة المية becomes poor أصبحت رديئة it causes this هتسبب يا ولاد موت. it causes this موت of marine organisms اللي هي الكائنات البحرية and the extinction of them وانقراضها and extinct it أو extinction of it. طيب what happen when the river water meets the sea water. لو مية النهر قابلت مية البحر هيتكون عندنا يا ولاد estuary. هقول ان اهو estuary اللي هو المصب is formed هيتكون. طب people don't conserve fresh water. لو الناس ما حافظتش على المية العذبة its percent النسبة بتاعتها will decrease هتقل and marine organisms والكائنات الحية والأولاد will be extinct هينقرضوا will extinct. طيب water is collected in low lying area. لو المية اتجمعت في منطقة منخفضة هيتكون عندنا lake. a lake is formed. طب the quality of fresh water affect the life of living organism. يعني لو نوعية المية أو جودة المية قلت هنقول يا ولاد it causes هتسبب death of يا ولاد of marine organisms موت الكائنات البحرية. ماشي عموما الكائنات الحية كلها and extinct it وهتنقرض. لو عجبكم الفيديو حبايبي لايك وشير وكومنت جميل منكم كده عشان ان شاء الله اكمل لكم بقية المنهج بإذن الله. باي باي.